ناس كتير بتكلمني معانا 20,000 عايزين نشتري بيهم دهب، معانا 10,000 عايز اشتري بيهم دهب. بص، هو انا مش عارف انت اولا يعني اما تشتري ب 10,000 او ب 20,000 هتعمل بهم ايه. يعني لو الجرام ب 6,000 وبقى ب 12,000 فانت يعني ده على افتراض، يعني مع ان الكلام ده مستحيل يحصل مثلا في اقل من سنتين مثلا، بس على افتراض ان هو حصل. اولا التضخم كان نص مكسبك، ثانيا انت يعني ما رهنت فلوسك في الفاضي، فانت ممكن يعني معاك مبلغ صغير شغله في اي حاجه تانية فيه اكتر من حاجه تكسب احسن من الدهب في المبالغ الصغيره. تمام، خاصه في المبالغ الصغيره اصلا. الحاله الوحيده اللي ممكن انصحك تشتري بها ب 10,000 وب 20,000 وب 30,000 والكلام ده، ان انت تكون عندك دخل ثابت بتقتطع منه جزء للذهب شهريا. يعني انت كل شهر بتشتري ب 10,000، كل شهر بتشتري جرام 2 3. دي الحاله الوحيده اللي ممكن انصحك فيها، او كل شهرين ايا كان. المهم ان في نظام ثابت للشراء عندك معين، انت عارف بتشتري بكام كل قد ايه. دي ما حدش يقدر يقول لك فيها انت هتعمل بيهم ايه. لكن ان واحد مثلا كل اللي حيلته من الدنيا متحوشه عمره 20,000 30,000، عايز يروح يشتري بيهم ذهب، هيشتري بيهم 3 4 جرام. انت اولا رهنت فلوسك في اصل ما بيكسبش. انت بتحط فلوسك عشان نكون واضحين في حاجه بتحافظ على قيمه فلوسك. لكن انت لو دورت ال 20 وال 30 وال 50 في اي حاجه، في اي حاجه حرفيا هتكسب احسن من الذهب 100 مره.